طبعا اليوم راح نسوي لكم خبز بوصفة سهلة وسريعة ونظيفة وبالبيت. تابعوا وياي. مثل ما تشوفون عندي خميرة فورية وفت، وهنا ملح، عندي مي يكون بدرجة حرارة الغرفة. طبعا تستمرون بالعجن لمدة من 4 إلى 10 دقائق تقريبا مع إضافة مي بكمية بسيطة يعني. طبعا الكمية اللي سويتها تكفي 20 قرصة أو 20 خبزة. طبعا بالنهاية راح أغطيها وأخليها تختمر لمدة ساعة كاملة 60 دقيقة. وهنا عندي العجينة بعد ما اختمرت لمدة ساعة، راح أبلل إيدي بالمي وآخذ العجينة على مود لا تلزق بالإيد مبللها بالمي، وأسويها كرة أو شنق وأحطها بالطحين. طبعا ما أحتاج أشرح لكم طريقة الخبز لأنه مثل ما تشوفون هي واضحة قدامكم، مجرد أحط طحين فوق الخبزة وأبدي أخبزها بإيدي. طبعا هنا حبيت أشارككم شلون استوت عندي الخبزة بتسريع الفيديو. طبعا هنا أنا عندي الخبزة الواحدة أخذت من عندي 2.5 دقيقة حتى تستوي. طبعا إذا متوفر عندكم تنور غاز راح يختصر عليكم وقت ومجهود، يعني راح يختصر عليكم. أما أنا هنا متوفر عندي بس تنور كهربائي. طبعا هاي عندي خبزة توني طلعتها حارة ومقسبة وفتشي، سمعوا لي الصوت بس.